بتعرف تغسل او عمرك سمعت عن مصطلح اسمه غسل الاموال؟ والمقصود هنا مش تنظيف الفلوس ولا غسلها حرفيا، المقصود هنا ان الفلوس اللي جايه بطريقه غير شرعيه تبقى شرعيه. غسل الاموال هو عمليه اخفاء مصدر الفلوس اللي جايه من نشاطات غير قانونيه زي التهريب او المخدرات او الفساد او السرقه او ايا كانت الجريمه الغير مشرعه، ايا كانت الجريمه. والهدف هنا ان الفلوس اللي مش نظيفه دي تبان قدام الاقتصاد ان هي نظيفه وزي الفل وجايه من مصادر قانونيه. في العشرينيات في فتره حظر الكحوليات في امريكا، العصابات كانوا بيكسبوا مكاسب فلكيه من بيع الخمور، لان هي طبعا محظوره وكانوا بيبيعوها بشكل غير قانوني، واحتاجوا طريقه يدخلوا بيها الفلوس دي جوه البلد او جوه الاقتصاد. طريقة مشهورة جدا كانوا بيستخدموها وقتها ان هم فضلوا يفتحوا في مغاسل او في لاندريز عشان يخلطوا الارباح او الايرادات الناتجة عن الشغل في المغاسل دي مع الفلوس بتاعتهم، وده كان بيصعب تتبع اصل الفلوس دي جاية منين، ومن هنا جه مصطلح غسل الاموال. النهاردة بعد التطور الكبير الماني لاندرينج او غسل الاموال بقى امر اكثر تعقيدا بكتير جدا، لان الناس دلوقتي بتستخدم معاملات مالية معقدة جدا منها البلوك تشين تكنولوجي، ده غير طبعا الشركات الوهمية اللي موجودة اوف شور عشان يحرك ويخفي الفلوس بتاعته الغير قانونية. قصة غسل الاموال دي بتشمل باختصار كده 3 مراحل. مرحلة التوظيف، ودي المرحلة اللي بيبقى فيها الفلوس بتتاخد زي ما هي كده ويحاولوا يضخوها في النظام المالي. المرحلة اللي بعديها مرحلة التغطية او اللايرنج، واللي بيحاولوا في المرحلة دي ان هم يركبوا الفلوس على بعضيها بطريقة والتانية والتالتة ورا بعضها عشان يحاول يخفي مصدرها او عشان يخفي اصلها جاي منين. واخر مرحلة مرحلة الدمج، اللي فيها الفلوس دي بقى بتدمج عادي مع الفلوس الشرعية اللي موجودة في الاقتصاد وبيبقى سهل تتصرف عادي. الحكومات والمؤسسات المالية في العالم كله بتحارب موضوع غسل الاموال، لان هو فعلا وده بجد والله من اكتر الحاجات المضرة لاقتصاد اي دولة. فبعيدا عن الغسيل بقى، ما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت عشان فيها كنوز بفلوس، ولو عايز تشوفني تاني سيب لي كومنت وهجاوب عليك في الفيديوهات اللي جاية. I'm done.